السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة قصص بوليسية، أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وجرائم مغربية. بلا ما نطول عليكم في التقديم، ندخل مباشرة في سرد أطوار وتفاصيل هذه الجريمة. في سنة 2002 بمدينة الرباط، في واحد الصباح كيتوصلوا البوليس بإخبارية انتقلوا على وجه السرعة الحي الليمون. راه كيتعلق الامر بجريمه قتل ديال واحد السائح خليجي في واحد الفيلا، وراه تقتلات مع واحد الخليله اللي كانت معاه، وهاد السيده كانت مغربيه. واللي بلغ على الجريمه هو مدير ديال واحد الشركه ديال السيارات. بالفعل انتقلوا البوليس لعين المكان، كيلقاو هاد السيد اللي بلغ على الجريمه، اللي قال لهم ودي انا مدير شركه كراء السيارات، ودابا تقريبا شي اسبوعين جا عندنا هاد الخليجي وكشرى من الشركه ديالنا سياره بالسائق ديالها، وانه هاد الصباح جا هاد السائق كالعاده للفيلا اللي فيها هاد الخليجي، وكيتفاجئ بان باب الفيلا مفتوح، ودخل لقى الخليجي مع واحد الشابه مقتولين في بيت الناس. وعيط ليا قالها ليا وانا اتصلت بكم اسيدي. دخلوا البوليس للفيلا كيلقاو في بيت الناس هذاك الخليجي مع واحد الشابه عريانين ومقتولين بعده ضربات بشي آلة حاده، والضربات كانت ضربات قاتله في منطقه الصدر والرقبه، وكان الدماء كثيره جدا بحسب محضر المعاينات. التفتيش اللي جراو البوليس بعين المكان عثروا على واحد الوثيقه في الملابس ديال هذاك الخليجي، هي وثيقه من احدى الوكالات البنكيه بالاسم ديال السيد سليم اللي هو هذا الخليجي، اللي كتفيد هذه الوثيقه بان هذا الخليجي سحب ب3 ايام مبلغ ديال 50,000 دولار امريكي، اي ما يعادل 5 مليون سنتيم مغربيه. ولقاو في واحد المونطو بطاقه التعريف الوطنيه اللي كتحدد الهويه ديال هذيك الخليله اللي لقاوها مقتوله مع الخليجي، وكانت شابه متزوجه. فريق مسرح الجريمه غادي يكتشفوا في السوق ديال الفيلا اثار ديال تسلق الصوت، ولقاو الزاج ديال واحد النافذه ديال المرحاض مكسره، وهنا رجحوا البوليس ان القاتل ربما تسلق السور ودخل هرس النافذه ديال المرحاض ودخل منها الفيلا، ولما بغى يخرج خرج من الباب، لانهم ما لقاوش اثار تكسير الباب، مع العلم ان الشيفور كيقول بانه لما جا في الصباح لقى الابواب كامله مفتوحه. ومن الحوايج اللي صارت طريق مسرح الجريمه هو وجود اثار عجلات بجوار سور الفيلا، وان هذه العجلات تعود لانواع مختلفه، اي ان العجلات الاماميه كانوا من نوع واحد، ولكن العجلات الخلفيه كانوا من نوعين مختلفين. وهادشي لاحظوه البوليس من خلال هذيك الرسمه الموجوده في اثار العجلات. هنا غادي يتم رفع اثار العجلات عن طريق قوالب الجبسيه لدراستها وتحليلها في المختبر، وهنا غادي تبدا التحريات. وبالضبط في هذه القضيه كان الضغط كبير على البوليس، لان الامر كيتعلق بجريمه قتل سائح اجنبي، وبالتالي كان الضغط كبير عليهم من السفاره وكذلك من وزاره الداخليه. وكان اول واحد غادي يتم الاستنطاق ديالو في هذه القضيه هو الشيفور ديال الخليج، اللي كيقول ودي بانه كيسوق بالخليجي كيديه فين بغا، وغالبا الاماكن اللي كان كيديه ليها وكيتردد عليها هذا الخليجي هي الملاهي الليليه. وكيضيف بان الخليجي فايت لمح ليه شي مره استدرج ليه شي فتاه من بنات الليل، ولكن الشيفور قال ليه ودي انا راه ماشي من وسطاء الدعارة، وبأنه الموقع هذا الموقف ما بين الخليجي والسائق، الخليجي ولا كيستعمل بعض المرات سيارات طاكسي صغير يستغنى على الشيفور. كانت هذه هي الإفادة والأقوال اللي دل بها هذا الشيفور. البوليس بناء على هذيك الوثيقة البنكية اللي لقاو في الملابس ديال الخليجي توجهوا بها البنكة اللي غادي تحدد لهم بشكل أقرب الهوية ديال الخليجي بأنه مسمى سليم ذو الجنسية السعودية. دونك هذا الخليجي هنا تحددت الهوية ديالو وبأنه من الجنسية السعودية، وبأن الاسم ديالو هو سليم، ولا داعي بأننا نذكروا بالنسب ديالو. ولكن من أهم الحوايج اللي لقاو البوليس في مكان الجريمة هو واحد الهاتف كان تحت المخدة ديال الخليجي اللي لقاو فيه آخر نمرة اتصل بها الخليجي، اللي تفيد بزاف في البحث. وهنا غادي تخرج تقرير الطبيب الشرعي تتقول بأن الضحايا تلقاو طعنات كثيرة بآلة حادة باش يتوفوا، ولكن الغريب في التقرير هو ان الضحايا تعرضوا للتخدير بواسطه ماده منوعه. دونك هنا الطبيب الشرعي في لوطوبسي كيلقى بان هاد الناس شربوا مشروبات او مأكولات كانت فيها ماده منومه
حتى لهنا هاد القضيه بدات كتطول بدون حتى شي نتيجه، والوالي ديال مدينه الرباط غادي يزود المحققين بهاد الجريمه من عناصر كثيره من الفرقه الجنائيه لتسهيل وتسريع الابحاث والتحريات. وبالفعل توزعت المهام بين المحققين، والشكوك غادي توجه للزوج ديال هذيك الخليله اللي لقاوها مقتوله مع الخليجي اللي قلنا بانها كانت شابه ومتزوجه. الزوج ديالها كيقول بان الزوجه ديالو مدمنه على الخمر، وبانها كيشك في السلوكيات ديالها مده طويله هذه، ولكن ما يفيد بانه ماشي هو القاتل هو التقرير الطبيب الشرعي اللي تيقول بان الضحيه تعرضوا للتخدير بواسطه ماده منومه. وهنا غنقولوا لا يعقل هذا الزوج غادي يخدر الزوجه ديالو والخليجي باش يقتلهم. منطقيا ما غاديش يتقبل العقل بانه ما عندوش كيفاش غادي يدير، كيفاش هو غادي يتقرب ليهم، كيفاش هو غادي يدس ليهم هذه الماده المنومه وهما غينعسوا ويجي يقتلهم. هنا بالمنطق كيرفض هذه المساله، كيرفض هذه الفرضيه. البوليس هنا غادي يوسعوا شويه لدائره البحث وبداو كيسولوا في الجيران، توصلوا لواحد السيده اللي كتقول بانه شافت هذاك الخليجي في هذيك الليله اللي غيتقتل فيها، كانت مع واحد الشابه جابهم طاكسي صغير وحطهم ومشى. وكتقول هذه السيده بان كانت جالسه في البانكو ديال الفيلا ديالها في واحد الوقت معطل من الليل، وكتضيف بان هذاك الطاكسي صغير لما حطهم ومشى داز واحد المده ديال نص ساعه تقريبا وعاود رجع وبقى واقف بجنب الفيلا اللي فيها الخليجي. ولكن هذه المره الطاكسي كانوا فيه جوج ديال الناس، الشيفور وجا معاه واحد اخر، وكتقول بانهم بجوجهم كانت عندهم اللحيه، اي الشيفور واللي معاه عندهم اللحيه. هذه المعلومات كانت في غايه الاهميه. البوليس غادي ياخذوا داك الرقم اللي لقاو في التليفون ديال الخليجي اللي كان هو اخر رقم اتصل به الخليجي، وعرضوا على شركه الاتصالات اللي غادي تزود البوليس بالعنوان ديال صاحب الرقم من خلال المعطيات المشار اليها في سجلات الاتصالات بان صاحب الرقم كيسكن في حي يعقوب المنصور بالرباط. هنا غيتوجهوا البوليس لهذا العنوان، كيلقاو واحد السيده قالوا لها السلام عليكم. السلام، كاين فلان؟ قالت لهم لا سيدي ما كاينش. قالت لهم راه كيخرج مع الصباح ما كيجي حتى الليل. قالوا لها ويلا بغينا فين؟ قالت لهم هو سيدي راه شيفور ديال طاكسي صغير، راه تقدروا تلقاوه في المحطه. اذا هنا هذا السيد هو سائق طاكسي صغير اللي كينقل الخليجي، وهو اللي قالت لهم السيده بانه حط الخليجي والخليله ديالو ومشى تداس نص ساعه تقريبا ورجع ومعاه واحد اخر، وبانه بقاو واقفين بجنب الفيلا اللي فيها الخليجي. هنا البوليس كان ضروري من ايقاف هاد سائق طاكسي في اسرع وقت، وغادي تصدر مذكره بحث في حقه، وغادي يتم الايقاف ديالو في شارع محمد الخامس حسب ما ذكر احمد المنصوري الضابط اللي كان مكلف في هذه القضيه. بعد ايقاف هاد صاحب سياره الطاكسي، اول حاجه داروا البوليس غادي يقارنوا اثار العجلات اللي عثروا عليها بجنب الفيلا مع العجلات ديال سيارات الطاكسي، ولقاوهم نفس الرسمه تماما. كذلك المواصفات اللي عطات ديك السيده كتقول بان صاحب الطاكسي واللي كان معاه كانت عندهم اللحيه. بالفعل هاد صاحب الطاكسي عنده اللحيه. وهنا في التحقيق معاه كيقول يا سيدي انا اتصل بيا داك الخليجي في هذيك الليله، قال لي اجي هزني من البار، وبالفعل مشيت هزيته هو وكانت مع واحد السيده، ديته من الفيلا اللي ساكن فيها وخلصني ومشيت في حالي. ولكن البوليس واجهوه بهذيك السيده اللي كتقول بانها شافته لما حط داك الخليجي والخليله ديالو قدام الفيلا ومشى في حاله، داز تقريبا ساعه ورجع. ولكن هذه المره جا معاه واحد اخر، حاصروا المحققين بالاسئله، بدا كيدخل ويخرج في الهضره. هو اعترف بانه هو وصاحبه هما اللي قتلوا السعودي والخليله ديالو. وحول تفاصيل هاد الجريمه كيقول سائق طاكسي بانه واحد النهار اتصل به هاد الخليجي وقال ليه انا من طرف فلان اللي حتى هو سعودي، كان زبون ديال هاد الطاكسي. قال لهم واستقبلته، قلت ليه مرحبا، وليت مكلف بالتنقل ديالو مره ماشي ديما، وبانه طلب منه يدبر لي على شي بنات الليل. يعني الخليجي طلب من هاد صاحب الطاكسي يدبر لي على شي بنات الليل، واعترف بانه كان كيدبر لي على بنات الليل وكيدور مع هذيك الخليجي في كل ليله كان كيجيب لي شي وحده. اذا هنا تبين للبوليسي بان هذا سائق سياره الطاكسي هو وسيط في الدار، وكيقول بانه في واحد الليله جاب لي واحد البنت ولغط ليه. هاد البنت رجعت عند هذاك سائق الطاكسي قالت لي ودي هذاك السعودي راه عنده بزاف ديال الفلوس، عنده واحد الصاك عامر بالفلوس. وهنا هاد سائق الطاكسي دبر خطه انه ياخذ للسعودي هذوك الفلوس، وفي هذيك الليله
لما حط السعودي وهذيك الخليله ديالو امام الفيلا، عطاه السعودي الفلوس وكلفو يجيب لهم مشروبات والمأكولات. بالفعل مشى شرى ليهم مشروبات وداز عند صاحبه، دبر ليه في عقرة المنومه وداروها ليهم في المأكولات والمشروبات، ورجع هو صاحبه عند السعودي للفيلا، عطاهم مشروبات وبقاو كيتسناو حتى نعسوا. ولما حسوا بهم بانهم نعسوا، قز هذاك السائق الطاكسي قص السور ديال الفيلا ودخل من النافذه ديال المرحاض وفتح لصاحبه الباب ودخلوا بغاو يسرقوا الفلوس. ولكن لما دخلوا على السعودي لبيت ناس، تفاجئوا بان داك السعودي فاق وغادي يقاومهم، ما خلاهمش ياخذوا الفلوس. وانا شنو غادي يوقع؟ هذاك سائق الطاكسي مشى للمطبخ، هز سكين كبير وجا سد الضربات قويه لداك السعودي، وفاخ حتى الخليله ديالو حتى هي سدوا ليها نفس الضربات في الصدر وفي العنق، وهزوا الفلوس وخرجوا في حالهم. وبالفعل غينتقلوا البوليس البيت ديال هذا السائق طاكسي لدارو، ولقاو مازال عنده شي فلوس من المسروقات، وتم كذلك نصب كميل محكم الشريك ديال صاحب الطاكسي، وتم القاء القبض عليه، واعترف حتى هو بانه فعلا اقترف هذه الجريمه، وتقدموا العداله وتحكموا بجوجهم بالسجن الاعدام مع وقف التنفيذ طبعا. وكانت هذه هي تفاصيل اقتراف هذه الجريمه اللي كانت فيها تحريات مكثفه، واطوار هذه التحريات كانت حافله بالمشاق بالنسبه للمحققين. والى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام هذه المسطره، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.